ازيك يا حلوين؟ جبت لكم بقى مشروع بجنيه. اه والله بجنيه، وغير كده كمان مش بجنيه، ده ببلاش. تعالوا اقول لكم على المشروع ده اللي من شويه لعب بتاعت اطفال. يلا بينا نبدا. هتكوني جايبه اي لعب اطفال عندك او اي حاجه بلاستيك عايزه تخليها، يعني عايزاها عاجبك الشكل بتاعها. معلش عاجبك الشكل بتاعها هاتيها. وتعالي ابدأي معايا المشروع اللي انا هقولك عليه ده. المشروع ده تحفة جدا جدا، بس اهم حاجة تنسوش تصلوا على الحبيب المصطفى في التعليقات وتحطوا لنا لايك صغير وتتفاعلوا مع الفيديو وتعملي له شير كتير كتير. ولو عجبكم الفيديو ده قولولي في التعليقات علشان اعمل لكم سلسلة من الفيديوهات دي. زي ما انتم شايفين انا دي كانت عندي كرتونة بتاعت بيبس، انا ركنتها، وكان عندي الحاجات البلاستيك دي وبتاعت الاطفال عجبتني وعجبني شكلها فركنتها. وهقولك ازاي تبدأي المشروع وبجنيه واحد او ببلاش كمان، مش هتدفعي فيه فلوس خالص. زي ما انتم شايفين كده انا ببتدي ان انا الزق بس الكرتونه علشان لما اعمل اللي انا هحطه فيها ما يبص. هكون مجهزه معايا بقى كيس من الجبس. طبعا الجبس ده في كل بيت، احنا بنستغناش عنه نهائي. ماشي، هبتدي اروح حاطه كوبايتين كده في الاول في اي بوله عندك بلاستيك. وهتكوني مجهزه البتاعه دي حلوه قوي قوي في التقليب. بتظبط يعني الدنيا وما بتعملش كتل خالص. وهتروحي حاطه على كوبايتين من الجبس كوبايه من الميه. وطبعا ما تنسيش تحطي نص معلقه من الملح، ده بيخليه ان هو ينشف بسرعه ما ياخدش معاكي وقت. يعني مسافه ما بتركنيه تلاقيه نشف على طول. وبكده اكون جهزت الجبس بتاعنا، وهجيب بقى شويه اللعب اللي هما زي القمر العسل ده. واكتر حاجه عجباني في ده كله هو اللعب كلها جميله، بس انا اكتر حاجه عجباني هي اول حاجه انا مسكتها البوبي ده اللي هي الغطا الحمراء دي. ده شكل بوبي هيطلع في النهايه شكل تحفه، والله العظيم شكل تحفه، هيوديكي في حتة تانية. وده مشروع تقدري تبدأي بيه من البيت، تعملي اونلاين كده وتبدأي مشروع صغنون خالص على قدك، وبعد كده بإذن الله هتلاقيه يكبر واحدة واحدة. هنبتدي بقى نصب الجبس بتاعنا في كل اللعب بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بس اهم حاجة اعملوا الحركات اللي انا بعملها والخطوات علشان خاطر يطلع منه الفقاقيع ما تكونش طالعة في الشكل، وما تخليكيش تعيدي من اول وجديد ان انتي تعملي شكل تاني. انا بس بعمل بالشوكة كده علشان اطلع اي بلالين خالص من تحت اي فقاقيع. اهم حاجة عايزاها تطلع تكون في ظهر الحاجة اللي انا هعملها، يا تطلع خالص. هبتدي ان انا اعمل كل المكونات كده. ودي طبعا كان خلاص الجبس خلص معايا. وبصوا زي ما انتم شايفين بيبتدي ان هو يتقل وانا حطاه في العلبة. فطبعا صبيت العلبة على قدها بالظبط، وابتديت ان انا اطلع كل الفقاقيع زي ما انتم شايفين كده. وهبتدي ان انا اركنها ونخش على الخطوة اللي بعدها. طبعا هروح شاطفه البوله بسرعه قبل ما تنشف، وهروح جايه حاطه فيها جبس تاني. بس كل حاجه همشي معاكم خطوه بخطوه. اهم حاجه تحطوا لنا لايك، لو وصلتوا معانا لحد هنا حطوا لايك. هنبتدي نحط 3 من الجبس، 3 كوبايات من الجبس عليهم. هفضي بس الجبس ده الاول، وبعد كده هقول لكم على كل خطوه بخطوه. وهروح نازله برضو بحوالي نص او معلقه الا ربع من الملح. في كل جبس هحطه اروح حاطه معلقه الا ربع، معلقه الا ربع جبس. وهبتدي ان انا اقلبها كده، وهبتدي ان انا انزل على 3 كوبايات، يعني حوالي كوبايتين من الميه. 3 كوبايات من الجبس عليهم كوبايتين من الميه، كوبايتين من الجبس عليهم كوبايه واحده من الميه. هبتدي بقى اجيب الكرتونه بتاعتنا واحطها في اي صينيه، وتكون يا ريت الصينيه اصغر من كده علشان انا يعني لقيت دي كانت اصغر حاجه عندي فانا حطيتها. هبتدي احط فيها الكرتونه بالشكل ده، واروح نازله بالثلاث كوبايات على طول علشان انا عايزه اعمل صينيه. ماشي، اي صينيه بقى انت حباها ممكن تعملي نفس الشكل وتجيبيها وتطبعي عليها. بس اهم حاجه ان انت بتدهني الحاجه نقطه زيت قبل ما يعني قبل ما تستعمليها، علشان لما تيجي تطلعيها معاكي بكل سهوله. هبتدي اعمل تاني خلطة بالجبس. طبعا انا خلصت الجبس كله اللي كان عندي علشان اعمل لكم الفيديو ده واعرفكم ان حاجة سهلة جدا جدا ان انتوا تعملوها، وجميلة جدا جدا جدا. زي ما انتم شايفين انا دي بركنها. بس اوحش حاجه مني ان في كذا حاجه يعني اتكسرت مني فما حبيتش اوريها لكم والله. وكان شكلها حلو قوي قوي قوي. اول حاجه هو الغطا ده، الغطا اللي هو عامل زي الدبدوب ده، اللي هو دبدوب.
وانا بخلعه طبعا انا كنت مستعجله قوي، وغير كده ما عنديش صبر ان اطلع الحاجه بالراحه. فانتوا خلي عندكم صبر وطلعوها، يعني طلعوا الحاجه بالراحه خالص من العلب علشان خاطر ما تتكسرش منكم. طبعا البلاستيك كانت بتطلع معايا بكل سهوله. بصوا انا وانا بطلعها، بصوا اتكسرت. والله العظيم زعلت جدا عشانها ان هي اتكسرت مني. فطبعا ركنتها ومرضتش اجي ناحيتها تاني، ورحت ركنتها على جنب. لكن دي طلعت بكل سهولة جميلة قوي قوي، وهوريكم في اخر الفيديو يعني هنعمل بيهم ايه. وغير كده كمان تقدروا تستعملوهم في اي حاجة. وبعد ما تخلصوهم لو عندكم اي الوان ممكن ان انتوا تلونوا بيها، ممكن تلونوا بيها الحاجات دي، هتبقى شكلها تحفة. او تديها لاطفالكم يلونوا بيها، او ممكن انت تبيعيها على كده، ان انت تبيع القطعة اللي هي الصغنطوطة دي الواحدة بجنيه هتكسبي فيها، والكبيرة اعملي لها سعر على قد تعبك وبيعيها. زي ما انتم شايفين بصوا الكلب شكله حلوة والله، شكله كيوت، جميلة قوي قوي والله. والحاجات دي برضه شكلها حلو. زعلت برضه ان هما برضه يعني في اللي اتكسر مني، علشان زي ما انتم شايفين انا مسرعة الفيديو بس انا بجد كنت يعني عنيفة شوية مع الحاجة. بصوا اتكسرت مني وانا بعملها. طبعا لو عندكم سيليكون هيوفر عليكم كتير، ولا حاجة تتكسر منكم ولا اي حاجة. بس عشان الحاجات دي مش سيليكون اصلا، دي اللي طلعت جميل قوي معايا وطلعت على طول، يعني خدتش وقت. زي ما قلت لكم اي حاجة تعملوها ادهنوها دهنة زيت، دهنة من الزيت صغننة، وبعد كده حطوها. بصوا دي اللي طلعت كيوت برضه، طلعت كيوت خالص. والله العظيم بجد يا جماعة انتوا متعرفوش الحاجة دي انا فرحانة بيها قد ايه. حاجات جميلة جدا جدا. وانا سبتها كده على فكرة، ما لونتهاش لسه خالص. فيعني هبقى لونها لما ربنا يفرجها. زي ما انتم شايفين بصوا هي شكلها حلوة قوي. انا زي ما بقول لكم انا بديكوا افكار، لو انتوا عايزينها كده ممكن ان انتوا تبيعوها، يعني تبيعوها على هذا الاساس كده من غير ما تلونوها. لكن مش عايزين تلونوها، قصدي عايزين تلونوها وتعلوا السعر شوية، برضو براحتكم. انتوا احسبوا التعب بتاعكم وتعب شغلكم وبيعوها زي ما انتوا عايزين. بس انا حبيت اوصل لكم فكرة ان هي يعني حاجة سهلة قوي قوي قوي، ومش هتاخد معاكي يعني 5 دقايق وتكوني مجهزاها وعاملاها، وحاجة تحفة. اي شكل انتوا عايزينه اعملوه. وطبعا لو عايزين اشكال احلى من كده واحسن من كده يا ريت تكتبوا لي في التعليقات. والله العظيم لو كتبتوا لي في التعليقات انا هعمل لكم اشكال تحفة ما تجيش في دماغكم، وهنعمل حاجات جديدة. انا عاجبني قوي الحاجات دي وهعملها تاني، وهعمل لكم حاجات تانية شكلها حلو قوي قوي وكيوت غير دي خالص. زي ما انتم شايفين انا هوريكم الشكل النهائي، بس انا بوريكم واحده واحده. السمكه برضو انا زعلت منها عشان ديلها اتكسر وحته من عند عينيها اتكسرت بس هي شكلها حلو والله، شكلها حلو. بص دي التانية برضو. والقالب ده تحفه والله العظيم تحفه. تقدري تحطي عليه اي حاجه انتي عايزاها، او ممكن تعمليها كديكور. ماشي ممكن تعملي يعني مش عارفة اوصف لكم ازاي، بس احنا خلينا في فيديو تاني نتكلم في الموضوع ده. زي ما انتم شايفين انا عملت دي صينية انا عايزاها ماشي، علشان بعد كده هقدر ان انا الونها بالشكل اللي انا عايزاه، وهبتدي اروح حط عليها اي ديكور. انا ده جبت لكم دلوقتي عشان بس اوريكم الشكل هيكون عامل ازاي. ان الشكل بجد بجد تحفة يا بنات. والله ما يعني قوموا اعملوا الموضوع ده، على فكرة جميل جدا جدا جدا. وعلى فكرة عايز اعرفك ان هو مربح قوي. انتي بس ركزي شوية وابدأي المشروع، واهم حاجة تنسيش دعوة من القلب، وتصلوا على النبي في التعليقات.